غذاء الفقراء وآمال الإعمار في سوريا. رغم تراجع وتيرة التضخم، فإن أسعار الغذاء لا تزال مرتفعة بنحو يجعل أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر. الكيلوغرام من الأرز أو لتر الزيت أصبح رفاهية في بعض الأحيان. أما راتب الموظف لا يكفي احتياجاته الغذائية حتى منتصف الشهر. أرقام جافة، لكنها تختصر مأساة أمة تبحث عن الخبز قبل أي شيء آخر. ولا يزال الإعمار حلماً مؤجلاً، فهو معلق بين الإرادة السياسية والتمويل الغائب. فالشركات الإقليمية تترقب وضوح المشهد، والمستثمرون يخشون العقوبات الغربية التي رفع بعضها وبقي أهمها وأكبرها، وهي العقوبات الأمريكية المفروضة على الشعب السوري ونظامه السابق. وتقدر الأمم المتحدة حاجة سوريا إلى ما لا يقل عن 400 مليار دولار لإعادة البناء، لكن ما وصل فعلياً لا يتجاوز عشرات الملايين من المساعدات الإنسانية والمشاريع المحدودة. وهكذا تبقى المدن المدمرة شاهداً على زمن لم ينتهي بعد.